بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو ده هناخد رابع أداة من أدوات التعديل، هي أداة الفولو مي. مثلا لو أنا عندي مبنى بوكس زي ده كده، وعاوز أعمل الكورنيشة أو الحلية بتاعته على محيط البوكس ده، فالمفروض إن أنا أعمل مثلا هناخد كورنيشة كأنها مستطيل كده. المفروض إن أنا أمشي الإكسترود من هنا، ممكن أجي من هنا وأزودها شوية عشان أجيبها من هنا كده، ومن هنا أزودها شوية، وبنفس الطريقة لحد ما نوصل للآخر هنا، وبعدين نقفل الكورنيش. الحركة دي بتاخد وقت كتير وبتبقى صعبة في بعض الأحيان لو الكورنيشة مش مستطيلة بالطريقة دي. يعني لو الكورنيشة معقدة شوية بتاخد مننا وقت ومجهود كبير جدا. ففي أداة هنا اللي هي أداة الفولو دي بتسهل علينا الموضوع ده، وطريقة عملها أو شغلها بيتلخص في خطوتين: إنك أنت بتحدد المسار اللي أنت هتمشي عليه، وبعدين تضغط بأداة الفولو الشكل اللي هو هيعمل لك المجسم اللي أنت عاوزه. نشوفها هنا أحسن. مثلا لو أنا عندي حلوة بالشكل ده، مثلا وعاوز أخدها بطول المحيط ده، فباجي أحدد الحواف أو المحيط اللي أنا عاوز أعمل عليه فولو مي، بعدين أجي أضغط على فولو مي، بعدين أضغط على الشكل اللي أنا عاوزه، فبيعمل لي كورنيشة بالطريقة دي كده، أسهل وأسرع من الإكسترود العادي. هو المفروض هو برضه أداة من أدوات الإكسترود، يعني فصيلة من فصيلة الإكسترود، لكن لو أنا عملت إكسترود هنا ده هلفها هنا إزاي؟ يعني أنا جبتها لحد هنا في المستطيل ورحت جايب من هنا واخده كده، مش هتيجي بنفس الرسمة دي أو بنفس الشكل ده. طيب أنا مش عاوز أحدد المسار وبعدين أحدد الشكل اللي أنا هعمل له فولو، لا، أنا عاوز آخد الشكل وأنا اللي ماشيه بمزاجي، أجي من هنا. أول لما باجي على مسار زي ده كده بلاقيه لاين باللون الأحمر، أفضل ماشي عليه وأجي من هنا أروح حاوط كده. أنا مش عاوز أمشيه هنا، أنا عاوز أمشيه لتحت، هروح جاي أمشيه تحت بالطريقة دي. أيا كان التشكيل اللي أنت عاوز تعمله أو الحاجة اللي أنت عاوز تشتغل بيها. طيب مثلا أنا عاوز، وليكن ده مبنى وأنا عاوز أعمل ليه الماسورة بتاعة الصرف، مثلا وليكن جاي كده، بعدين خارجة لبره شوية، بعدين نازلة كده، نيجي هنا نرسم دايرة الماسورة مثلا بالطريقة دي. طب هو هنا عشان أنا معملتهاش جروب هعمل الكلام ده جروب،
نبقى ناخد الجروب ده بعدين. هاجي من هنا أرسم دايرة مثلا 10 سنتي. حدد المسار، أنا عاوز يمشي على المسار ده اللي هو مسار الماسورة. بعدين هقول له فلاني فيعمل لي الماسورة بالطريقة دي كده. أيا كان أنت تقدر تعملها على أشكال أو مجسمات تانية حسب ما أنت عايز وحسب الشغل اللي أنت بتشتغل. حاجة كمان مثلا لو الأداة الفولومي مش بتعمل اكسترود بس، أنا ممكن أجي من هنا عاوز أعمل فيلت للمكعب ده مثلا، باجي من هنا عاوز أعمل فيلت بالمسافة دي مثلا أو بالكيرف ده، عاوز البوكس كله يتعمل له فيلت بالطريقة دي، فباجي أحدد في الكلام ده كله وأقول له فيلت أو فولومي، فبيتعمل فيلت كده. هو هنا عشان أنا ما كنتش ظابط هنا أنا ما كنتش اخترت الخط ده، آسف. المفروض إنك أنت بتختار الخطوط كلها اللي هتعمل لها فولومي، فأنا بدل ما أختار كل حافة أو كل ضلع بالطريقة دي كده، أنا ممكن أجي في النص هنا على أضغط كليك مرتين عشان يحدد لي السطح والحواف بتاعته، وبعدين أروح ماسح التحديد بتاع السطح ده، أو إن أنا أضغط على السطح بس هو هيعمل لي روتيت حوالين السطح حوالين الحواف أو أضلاع المستطيل ده. يعني أنا هضغط كده أحدد السطح ده، فبالتالي كأني بقول له حدد لي الأضلاع بتاعة المستطيل، وبعدين أجي أقول له فيلم، فبيعمل لي الفيلم ده. نيجي مثلا نرسم شكل زي ده كده، بروح أعمل مسار وأقول له اعمل لي تيت، آسف فيلم، فبيطلع لي المجسم بالشكل ده مثلا، ولتكن قاعدة عمود أو العمود نفسه بس البدن ده يزيد، أو ترابيزة بس نعمل الجزء اللي فوق ده ريسكيل نكبره شوية، أو أيا كانت برمة أيا كان. وطبعا مش لازم نشتغل بالدايرة بس، ده كان القصد من الموضوع ده، إن إحنا ممكن نيجي نعمل من هنا مربع بالشكل ده ونقول له follow me، نكبر المربع شوية. فيتعمل على شكل على مسار مربع، برضو ولتكن قاعدة أو ترابيزة أو عمود أيا كان أو نافورة، نكبرها شوية ونخليها نافورة. وممكن برضو نعمل المسار مثلث، فنقول له حدده، نقول له follow me، فيطلع بالشكل ده. طبعا الفراغ اللي جوه ده عشان المثلث كبير، كل ما نصغر المثلث أو نكبره بنتحكم في الفراغ ده أو برتبط بيه الفراغ ده. وبكده نكون خلصنا أداة الفولو مي، ونكمل في الفيديوهات الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.